عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفرد. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفرد. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وعن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة وحسب. وعن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة وحسب. عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه، ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود. عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه، فارتجي دوما رضاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تم هذا العمل في استوديوهاتنا في صياد الأسود. حصريا على قناة الفيسبوك خالد النجار Executor and the Facebook